مساحات واسعة في الإعلام الرسمي متاحة للمجلس العسكري، وتم عرض وجهات نظر وصلت لحد الأكاذيب من خلال منشطات صحف ومن خلال وتعمية على الحقائق ومن خلال صور استخدمت بشكل غير حقيقي. في المقابل في إعلام خاص حاول أن يعرض الحقيقة من خلال فيديوهات مصورة بالفعل تم عرضها للأحداث. تقارير الطب الشرعي ما زالت متأخرة بشكل أو بآخر عن حتى الآن، وأحاديث مختلفة عن تدخلات حتى الآن لم يتم التحقق منها. تساؤلات عن طريقة بداية الأحداث وكيف بدأت وكيف وصلت إلى هذا الحد وكيف سقط أكثر من 27 شهيدا لأول مرة. دي من أكبر المذابح اللي تعرض ليها الأعباط في تاريخهم. لو احنا اتكلمنا عن أن الكشح كانت أكبر هذه المذابح كان فيها حوالي 20 شهيد أو 22 شهيد، دلوقتي احنا بنتكلم عن 27. بنتكلم عن أول مرة تورط جيش مصري في قتل مدنيين مصريين بهذه الطريقة. وأنا مش عايز حتى أصنفهم بمنطق أعباط المسلمين، ولو أن الحادثة واضحة هي حتى تجاه كل كانت تجاه أعباط بشكل واضح، بس في الآخر هناك تورط حقيقي، هناك منعطف خطير. ربما لو استسلمنا، لو مش مجرد بس مجتمع هيتمزق وكل الجهود اللي فاتت هتنتهي. أمامنا مجلس عسكري امبارح خرج بيتكلم على فكرة أن الأقباط تم الاعتداء عليهم، وأن الجيش تم الاعتداء عليه، أن الجيش لم يعتدي على الأقباط والأقباط لم يعتدوا على الجيش، ولكن الطرفان تم الاعتداء عليهم. مش عارف مين اللي اعتدى عليهم. طيب في الكثير والكثير من التساؤلات. أعتقد أن مهمتنا هذا المؤتمر جزء من استكمال من الإجابة على هذه التساؤلات. البديل رحبت بالمؤتمر كجزء من إتاحة معلومات إضافية، من توازن المعلومات اللي يجب أن يكون متاحا للجميع في الوقت اللي بتقدم قنوات رسمية، وفي الوقت اللي بتقدم بعض الصحف الرسمية رؤية. لابد أن تكون الرؤية الأخرى موجودة وموجودة بقوة، ولابد أن تعرض الحقائق، خاصة إذا كانت مدعومة بفيديوهات ومدعومة بشهادات لشهود عيان، وخاصة إذا كنا طرفا في البديل بشكل أو بآخر في رصد هذه الأحداث من خلال مراسليننا اللي كانوا موجودين في موقع الأحداث وشافوا المظاهرة وهي خارجة، وكانت مظاهرة سلمية ونقلوا أحداثها. أنا كنت أحد الشهود في جزء من هذه المظاهرة. أنا كنت موجود في الأهرام، وعندما مرت المظاهرة أسفل الأهرام خرجت للشبابيك ولم أجد أحدا يرفع سلاحا وتبعتها. ثم بعد كده بشوية انتشرت شائعة في الأهرام عن تكسير للسيارات في الأهرام، وانتهت إن مفيش حاجة، وكأن هناك من كان يريد إشعال هذه الأحداث. أنا مش فاهم اللي كان بيحصل. في الوقت ده الأنباء وصلت عن إطلاق رصاص في الهواء بشكل متفرغ، وكان هذا ثم عادت لتختفي، ثم قيل أن الرصاص كان رصاص من الشرطة العسكرية، ثم عادوا ليقولوا أن المسألة مجرد رصاص صوت. الحقيقة أن التقارير المتاحة حتى الآن من الطب الشرعي بتؤكد أن هناك رصاص ميري تم إطلاقه على المتظاهرين، وأن من استشهدوا برصاص ميري. التقارير واضحة، الفيديوهات واضحة، والاعتراف حتى من اللواء العصار امبارح على أن هناك دهس للمتظاهرين مهما كانت الأسباب والمبررات. أسباب غريبة من نوعية أن الجندي توتر فدهس وأنا لا أدري كيف الجندي ممكن أن يكون على الجبهة أن يتعامل بهذه الطريقة، وإذا كانت هذه لم تكن عقيدة حقيقية. يعني هناك كلام كثير يجب الرد عليه. أنا دلوقتي أظن أن هذا المؤتمر ليس فقط ردا على أحد. المؤتمر هو محاولة لاستكمال الحقائق حول ما جرى. المؤتمر هو محاولة لعرض وجهة النظر الأخرى. أنا برحب بيكم بكل ضيوفنا، وأعتقد أن أنا من واجبي أن أترك المسألة للحقائق التي يجب أن تعرض، وهي في الآخر معروضة للتحقيق ضمن ما يعرضه كل الأطراف الأخرى حتى نصل إلى الحقيقة. وحتى يحاكم وهذا مهم جدا كل المسؤولين عن ارتكاب هذه المجزرة التي وقعت أمام مسجد.